الاكله دي كل ما بعملها لازم حد من الجيران ينزل يتخانق معايا، بالذات لما بحط شويه الدقه اللي في الاخر دول حدوته. اول حاجه في الهونه نفرم 5 6 فصوص توم، بعد كده في بوله نحط فيها شويه خل وملح وكزبره ناشفه وشويه كمون ورشه بابريكا ورشه من الفلفل الاسود اختياري، ونجيب التوم المفروم ونقلب. عندي 3 4 ليمونات هنبدا نقطعهم ونعصرهم ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه. هنجيب نص كيلو كبده بلدي متقطعه اسكندراني او شرايح او عصافير زي ما تحبوا، كده كده اكلتك ودلعها. هنحطها في بوله ونحط عليها نص الكميه من الدقه اللي احنا عملناها ونقلب تقليبه حلوه ونسيبها ربع ساعه في الثلاجه. وطاسه على النار فيها شويه زيت، واول ما الزيت يبدا يسخن ننزل بالكبده وما نقلبش خالص، وواحده واحده وعلى الهادي يا زبادي، ونبدا نقطع شويه فلفل حامي. انا بشوف ان الفلفل الحامي اساسي في الاكله دي يا جماعه الصراحه. ولما الكبده تدخل في مرحله التسويه هنبدا ننزل بالفلفل الحامي وننزل بشويه الدقه اللي سبناهم على جنب. والله حدوته مدلعك. وهات الفينو بتاعك او العيش البلدي والطحينه والطماطم وعصره الليمون وكل وادعي لي. بس انا عندي مشكله مع الاكلات المحبشه دي بالذات لو باكلها من الشارع، وعشان كده لازم يكون معايا جافسكون دبل اكشن، وباخد منه ظرف صغير بس جبار بيشتغل معايا في 3 دقايق وبيقعد معايا حوالي 4 ساعات. ومع كل اكله حرشه لازم اخده معايا. ومن النهارده ما تخافوش من الحموضه، وروحوا كلوا كبده براحتكم، واعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.